ما سبتش ولا محل سيده زينب سيده عائشه فاهم، انا رحت لحد هناك. السيرك اللي في مطروح والكلام ده كله انت هتلاقي مكتوب ايه السيرك الاوروبي السيرك الفرنسي، بتخش جوه هتلاقي ما فيش لا اوروبا ولا فرنسي، هم كلهم شويه مصريين قاعدين مع بعضيهم زي اي مطعم سوري خلي بالك. لقطات اللي واخدينها كلها طبيعية. تيست شغال. عامله ايه ده ليه؟ انت جايب التست دلوقتي؟ انا كتير ما قلناش عامله ايه ده ليه. ايه التناحه دي؟ والله تناحه والله. اخر حلقه في السيزون بقى ايش كده. فيعني مسكوا الختام زي حافظ الزراش كده. مسكوا الختام الكاشف ايمن الكاشف مش حافظ الزراجي. طب انا مش لازم تحرجني في الكوره مش عايزه اقول حاجه. احنا بدانا بمواسم، فاكر الموضوع ده؟ بدانا بايه؟ بدانا برمضان العيد الصغير. هنختم بالعيد الكبير. اصول يعني عشان ايه هتنزل امتى؟ اول يوم العيد. لا الوقفه مش فاكر صح. تحفه استراتيجيه. مش عليك مش عارفه يعني هو نعمل كل حاجه الا اننا نتعرف. الحمد لله والله على الفقر والجدعنه. فاحنا دلوقتي معانا مين؟ معانا جميل بوجي الله يبارك لك، وصديقه المقرب عمر ولا عمرو ضيف هو عشان فاهم ما تضايقش. الواو دي بتضايقني. ايه الواو دي بتضايقني. بتاعت ايه؟ بتاعت عمرو. فين الواو؟ في الاخر ما بتتنطقش يعني. ما بتتنطقش. سلاك في ايه بس؟ بتضايق انها بتتشال من كل حاجه. هي المفروض ان هو اصلا عمرو. مش حد بيقول عمرو. طب ما تعرفوا بقى نفسكم. مين فين؟ بتعملوا ايه الحوارات؟ تنسيت ولا؟ جاب الحرف في ايده والله. والله مش ماشي ماشي. انا ذكرني والله لا اقول له اخواتي شالك صدامه ماشي يا عيني يا ابني. احنا ما حدش يسمع حاجه. احنا مدينه انا والله العظيم ركبت مع تاكسي من كام يوم. موبايله برن سبحان الذي سخر لنا هذا، ومكتوب على الاسم هم. بقول له مين دي؟ قال لي مراتي التانية. قلت له بقول له، قال لي نكد. اكيد فكرة سبحان الله الذي سخر لنا هذا على مرات فديه جامدة قوي. سبحان الذي سخر لنا. انا مش عارفه اقول حاجه هنا. حرف كمان ايوه كان سيبوا لنا من الدين. هموت. انت نسيت تعرف. نسيت. ايوه يا جماعه انا محمد بوجي. ده كان وقتي. مفيش ممثل بقى وبلعب بستاند اب كوميدي بس كده بس خلاص والله. ومش شغال يعني فاهم. مش شغال يعني والله بنحاول نكارك يعني. والله بلعب ليه؟ انا كنت بسرعه خدت اكتر من وقت حتى لا شاف الضغط ولا حاجه. وانت وعمر اعرف نفسي ان انا صاحبه بس ولا اعرف حاجه؟ اعرف نفسك عامه يعني كده هو المايك معاك والله. انت جاي معاك مرافق. انت انا المنافق بتاعه. انت قلت المنافق صح؟ الله ما كذب. ايوه بجد. خليني اقول لك سريعا انا المنظم بتاعه بس كده. حرفيا المنظم بتاعه. حلو جدا ده. مدير اعماله. مدير افعال. عامل ايه يا شباب؟ لا كل زرف. يا والله نورت وسط البلد والله كده. خلاص هتنافقوا بعض هنا. الله يبارك. ارض النفاق. خلاص. بتحبوا العجول؟ ايه؟ بتحبوا العجول؟ تحت بيته عايش معايا تحت بيته. اللي بجد ايه بقى؟ تحت بيته عنده جزار فرنسي اسمه مبابي. والله العظيم اسمه مبابي بجد؟ بجد اسمه مبابي؟ فين بقى؟ اسمه محمد مبابي.
والله. لما امك تعمل لك فاهم. بيقف مع الخروف. والله عامة هيبقى حلو قوي في فيديوهات بتاعت العجول الهربانة. ايوه. عجول هربانه. عايز اقول لك بيقعد، لا هم عندنا العجول الهربانه كلها تحت البيت. بيقعد يتعامل مع الخرفان، هو كانك مربي كلاب. هو بيبقى قاعد حوالين الخرفان، حواليه بيقول لهم قاعد ماسك عصايه وشيشه، وهو قاعد في خروف دايما، هو سايب ده كله، سايب القطيع ده كله وقاعد تحت رجله، يقوم يتمشى معاه اللي هي يا سي عمامي اللي هي يا سي عمامي شويه والله شويه تلاقيه قايم حاطط ايديه كده على رجله ويقفوا مع بعض يشوفوا هم نزلوا طول المشي، بيتعامل معاها معامله تخلفها والله. رؤى في العالم تغير الحاجة. والله العظيم في مشهد شفته تحت البيت عنده. المساعد الله يرحمه الله يرحمه كان بيجيب الخروف. في خروف زرجن معاه قبل كده فاهم، فجابه من جوه الباب شايله ماسكه من ايدين الاتنين كده فاهم، والخروف ماشي على رجل واحده ووقف في نص الشارع مره واحده وبدا يعمل بيه كده اللي هو بدا يتحرك بيه ويرقص معاه سلو. لا بيرقص معاه مات بقى بعد الراجل صح. مات يعني اتذبح. مات بعد الراجل هو اللي مات. الراجل مساعد بس هو كان الخروف كده كان اتذبح، بس الراجل ذات نفسه مات. مات ازاي؟ مات بقى عندي بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا. ايه السؤال؟ ليه مات ازاي؟ لا ما اصل غريبه يعني انت سبحان الله الذي سخر لنا هذا. يعني ترقص مع خروف تموت بعديها يا نهار اسود. امال لو بص عجل بقى تعمل ايه؟ ايوه الاسانسير اللي تحت مكتوب عليه 240 كيلو. ايوه بصيت انا وعمرو بقى انا فين اللي هيطلع السلم؟ انا 240 كيلو. حبيبي بمناسبة العجول يعني. ايوه لسه والله قلت له ده اليوم بقى طالع ازاي؟ والله طلعنا 3 مرة قبل كده. لا خلي بالك بيحمل الدين في العادية يعني. سبحان الله لسه خلانا اسف. لا بس احنا جايبين 240 على الشعرة. اهي بجد. طب خلاص مش لازم تعرف حد يعني. لك الادب دي ليه فاهم كده؟ ايوه بنضحك حته. بتعملوا ايه بقى في الاعياد يا جماعه؟ بالذات في العيد الكبير ده انا ما اول يوم ده يعني بروح عند خالي بذبح وشكرا بقى، بعد كده ما بتلاقينيش طول العيد ببقى نايم. 4 ايام نايم؟ 4 ايام نايم عادي جدا. انت عجزت بدري قوي. كبير جدا. بقيت عجوز قوي. ليه ده؟ او محبوس. اشمعنى؟ نزول العيد غلط. هو عامه ريحته وحشه جدا العيد ده. انا بنزل اخر يوم. بنزل دايما اخر يوم العيد عشان لو انا عايز اشوف العيد بنزل اخر يوم. ده حقيقي. ما بعرفش انزل في الاول خالص عشان الدنيا بتبقى في منتهى الزحمه ومنتهى قله الادب. هيجيلك صلاه العيد شكرا. وشوله بقى مليانه حاجات بقى فاهم، حمام بقى وشوله يا دين على القرف. ليه بقى كده؟ بجد. بس بحب المشاهد بتاعت العجول وهي بتجري كده. انا بحب المشاوي بتاعت العجول. بحب المشاوي بجد ريش مشاوي. لا مش بيتهزر كده اصلا. خلاص بقى مجوعناش بقى لسه ما فطرناش يعني. والله الذبيحه اللي بتطلع يعني الذبيحه اول ما تتذبح كده فاهم، شويه كبده مع شويه تحطها كامله كده على الفحم. فاهم شويه كبده كده وشويه شمع الاول بس. يا لهوي على القشطه. فاهم بقى ايه ده؟ انتوا بتسووا الكبده الاول، في ناس بتاكلها نيه. محمد العوضي بس. محمد العوضي الوحيد اللي بيعمل ده. لا اصلا مفيش حد يعمل تاني كده. اكلتها انا نيه عادي. اكلتيها نيه؟ انت اسد ولا ايه؟ ما فيهاش حاجه. دي برج ايه؟ مفيش اي برج يسمح بده. برج احمد العوضي. برج احمد العوضي. ليه عملت كده؟ عادي عشان هي معروف ان هي اول ما بتتذبح بتبقى سخنه فبتبقى عادي جدا. انت عارف انها بتبقى حلوه، فتحط عليها ليمون وتاكلها هي حلوه. ما تتاكلش غير في الوقت ده بس اللي هي لازم تكون طالعه من بعد كده تاني تقوم واكلها تاكلها دلوقتي بس. لا طعمها حلو. طعمها حلو كانها متسويه يا اسطى، كانها مشويه. ما فيهاش لا ما فيهاش حاجه. لا ما بتبقاش زفر. ولا بتعض ولا اي حاجه. بتبقى زفر مستحيل برضه. انت لو قلت لي ايه مستحيل زفر. انتوا عارفين الكبده مكونه من ايه؟ دم. من الدم.
انا عرفت الحوار ده. عرفت الحوار ده بس عارف انا لوحدي اللي لسه عارف. يعني انا لما انت جربتها لسه عارف ده؟ لا بقول لك عليه هو. انا لما جربتها بدافع الفضول. عشان كده خلي بالك انا بص هقول لك حاجه مش على الستيج. مره مسعوره. والله سعران. انا لما باجي اكتشف اي حاجه بتروح على بقي. عارف الطفل وهو صغير انت فاهم؟ الكوبس ده بيقول لي بقى يعني طعمه حلو وكده، يعني بحاول ادور على اي حاجه يمكن بنكتشف، فاهم؟ بتمشي باللسان فاهم. ايوه هي حاسه واحده. عامه انا فاهمك، يعني انا فاهم اللي انت بتقولي عليه ده. انت كده انا وصلت في مرحله في فتره من الفترات كنت 100 كام 100 حاجه 136 كيلو. هي مالهاش علاقه بالوزن يا ابو. تمام مبدا اصبري بس. كان في فتره البروفات بقى بتاعت وسط البلد بقى، واللي هو فاهم شباب ده كله شويه شباب بقى فاهم. أيوة. شويه شباب بقى فاهم. فمحلات وسط البلد كلتها كلها، ما سبتش ولا محل. سيده زينب، سيده عائشه فاهم. انا رحت لحد هناك فاهم، لحد عمقت جوه عشان اكل من كل واحد اشوف هو انت بتحب تجرب. ايه ده؟ جدا جدا. حطني في اي حاجه. انا مش بتاعت تجربه الحاجات دي، انا تجربه اي حاجه سهله تيجي قدامي، يعني مش لسه هروح لمطعم واجرب مش عارفه ايه. مايكات برضه شويه. ايوه. ايه ده قطنا جربه. لا فعلا انا فتحت الموضوع ده مع حد قبل كده، ان فعلا في ناس بتحب تحط حاجات في بوقها غريبه، يعني عارف البطاريات. في ناس كلتها قبل كده، في ناس دقتها. مفيش حد كلتها عشان ده تسمم. انا بحب الاستيكه. حطيتها في بقي. كنا الاستيكه ام فراوله. بص الحاجات كنت باكل في الاستيكه اللي هي بتاعت زمان، اللي هي نص احمر ونص ازرق. ما هي دي كنت بحب الاحمر جدا. تحب الاحمر جدا؟ بتاع الرصاص. كنت مستمتعه، كنت بستمتع. بس كانت خدعه بقى، يقول لك الازرق بتاع الجاف، هو ما كانش بيمسح اي حاجه. ما كانش كان بيلايت. طب انت كلت الدبابيس بتاعت الدباسه؟ يعني ممكن اكون حطيتها بوقي بس ما قدرتش احطها، يعني ما حضرتش ان انا اخدها. ايه رايك؟ بضرب بيها. كنت ايه؟ بص هي حاجات سوداويه كده غريبه احنا بنحطها في بقنا بناكلها، فالموضوع غريب. على فكره انا اكلت تراب قبل كده. اكلت تراب؟ انا لحست سلطه. انتوا عارفين هو طعمه حلو، بيبقى مالح كده سيكه وبيبقى حلو والله. ادخل اقفل اقفل شعار الرمل ده. غلانه يا اخوان، غلانه يا اخوان عند معمار المرشد. لا انا دوت اقصى حاجه دوتها الصمغ الصراحه. كان عندنا صمغ سائل. استنى افهمك. عارف ابو ريحه وحشه ده اللي كان شبه البرابير؟ لا هو ما كانش ليه ريحه اصلا بقى. ثانيه صمغ غير الامير. لا غير الامير. انا حطيت الامير في ودقته عادي. لا انا طلع لا انا حصل معايا ده، بس مش كده مش كده. لا انا بفتحه فضرب في بقي في مره يعني. والله لساني لزق في سقف حلقي، فقلت قعدت اشرب ميه سخنه كتير وبتاع. لا انا شربت الصمغ قبلها زي كيس البريل اللي لما بتغسل العربيه وفتح بوك تطلع من غسيل المعده بتطلع شويه فاهم. كلنا ايوه عادي. احنا كان عندنا زي الصمغ سائل ما كانش ليه ريحه، فانا بشتغل كده كنت مكمل. ايه اللي حصل ده؟ والله شربت بقين وكنت مكمل. انت ايه ده شغل ايه ده؟ ايه ده شغل ايه ده؟ ده عته بقى انت. ده لا مش شغل عته، هو شغل جنان يعني. شغل يدوي. ايوه لا بس الكلام ده وانا صغير يعني. طب ايه اكتر حاجه، ما انا هطرح سؤال معلش بقى. ماشي. ايه اكتر حاجه جربتوها وكانت كانت حلوه؟ يعني حاجه مشمئزه جدا، يعني حاجه غريبه وجربتوها وطلعت حلوه جدا. جربتها؟ لا الموضوع ده نسبي قوي. دي حاجه ويرد ولا حاجه؟ يعني بقى فل يا سيدي، جربته طلع طعمه حلو جدا. انت؟ لا. ايه؟ انت جربت؟ لا انت عارف مسدس الشمع؟ عارف الشمع اللي بيسيح ده؟ بسيبه يبرد وبعد كده اخده بقى اقعد اضغط فيه. زي اللي بانه ولا بعمل ده. لا بتاع الشمع نفسه عامل فيه كده. بتاكله؟ لا مش باكله، اقعد فيه. الشمع بتاعتها كده. ايه؟ اقعد فيه زي اللي بانه. ماشي. بس الكلام ده لحد قريب بجد يعني، مش من بعيد. لا عادي. يعني الموضوع ده غريب، بس انا لا يعني دوت حاجات. هو لو لحد دلوقتي فاهم هعملها يعني. هعملها لا بقالي كده ما بلاش عشان ما بلاقيش شمع، بس مش اكتر يعني. بعدوا عن الشمع. بعيد عن لا انا مثلا اي حاجه ممكن تطولها ايدي ممكن احطها على بقى عادي يعني. والله
طب مسحوق غسيل بقى مش عارفه لا اي حبر القلم الرصاص والحوارات دي كلها. انا في مره قلم طفح في بقي. عملت ايه؟ ما عمل ايه؟ انا رجعته طبعا يعني. ما افصل بقى وخلاص يعني. ايه؟ ما هو لا اكيد استطعم اول حاجه بس طفح في بقك ده انت خلاص ملا بقك. فانت كده خلاص انت بلعت حبه فاهم. وحشه تكتب مناخيرك بقى تعمل اي حاجه يعني. بجد يعني بس رجعت جدا يعني. ريشه ايوه مش محتاج تجيب حباره. رجع لنا بيعزوا بقى وكده. عامل زي الاخطبوط اقرب منه حبر واجري. كان طرش في الخناقات. لا ما في الصمغ بس ممكن هو اللي يكون اصل ملوش طعم بجد ما كانش طعمه خالص فقشطه كان بيعدي يعني وكان لزجته كده غريبه فكان. بمناسبه الصمغ ده كنا في كنت بعمل شيخ في مسرحيه مسرحيه ما فقرر ان هو الدقن مش راضي تلزق بالعجينه اللي هو عاملها. وانا املس اصلا يعني انا مفيش حاجه ده شويه عفانه يعني ده تراب اصلا ده عفره والله. خلاص والله تمام يعني. لما بروح عند الحلاق بيذلني شعر ولا شعر شعر بس مش حاجه تانية. فقرر ان هو يلزقها بصمغ وانا بشيلها بقى موال فاهم موال بقى وانا بشيل الدقن دي بشيل فيلم التعويذه كده دي علامه سوبرمان اللي هنا عندي. انا حاسس ان هي ما طلعتش والله يعني حاسس ان هي ما طلعتش بسبب دي بسبب السمغ لان انا فاهم شديت جامد جدا. خلاص طلعتها من جدر كده. ده انا حسيت بقى الشعور بقى. عرفت تعملوا ايه؟ حسيت الشعور بقى عامه يعني. يا وعد يا مدام مروه كان عيل. لا خرجونا من هنا. مش قاصدين ولا العيد نرجع نلعب تاني. بتعملوا ايه في الوقفه طيب؟ يوم الوقفه ده كل واحد يتكلم لوحده عشان نكسب وقت يعني عشان نطول الحلقه. نقول عادي ولا ودي قول براحتك بس يا جماعه ودي مش محتاج نقول قوي صح؟ فاميلي فريندلي. هتقول لا ما بنعملش حاجه غير احنا هننزل بلاي ستيشن. هي ماشيه ازاي بقى بالله العظيم بالكرسي؟ امال كبرتوا الموضوع ليه؟ ما احنا كل يوم بنعمل كده. انتوا ليه يعني انت مكلمني امبارح وانا بخسر. بقالنا عليه امبارح عشان اقول له على الحلقه لقيته بيكلمني بيقول لي اصلا انت رنيت عليا في هجمه. خلاص يا عم امبابي قفل العجول وتعالى. جامده فمش شويه بس والله انت كبيرك هتلعب بلاي ستيشن مثلا شويه يا اما شويه ناخد العربيات نقعد نلف بيها. بس بلا هدف. قمه الكياته بلا هدف انت على فكره بحب الحاجات دي قوي بلا هدف. احنا بنمشي نشغل مزيكا وعايش بقى حياتك لحد بالنسبه للعربيه بترازوا حد في الشارع؟ لا مش بنرازي حد عشان ارد انا في دي. احنا بنترازى حرفيا بنتعامل مع عربيه بوجي انها شفافه مش موجوده. اشمعنى؟ انت بتبقى ماشي في طريقك عادي خالص في حارتك. انا ثانيه عايزه اقول حاجه اللي جاي من يمين او جاي من شمال بيجي يخبطك ويمشي. مش ده مش افيه هو بجد بيجي من يمين للشمال يخبطك ويمشي. صبح بوجي بجد والله يخبطك وبعدين كان في عربيه. اللي ما يعرفش بوجي او ما شافوش فبوجي هو شبيه محمد هنيدي تمام. فانا مقتنعه ان ده سبب ادعى جدا ان اي حد يخبط فيك وهو ماشي. وانا يهودي انت ابنه يعني تعالى بقى والله. والإفيه الأكبر إن عربية بوجي شبهه. شبه فوزيلي في كل حاجة يعني لو خسيتها بيحق. يعني ايه شبه فوزيلي؟ يعني ايه بجد؟ شبه في كل حاجة. انت راكب ايه؟ انا راكب مش عربية اكيد. بروتو نويرة. موديل 2000. مش لاقي لها مراية شمال. وما كنتش لاقي لها مراية شمال انا عندي الجزء الشمال طب عندها حسنة فوقها واجيبها طيب ولا ايه؟ فين؟ في الازاز في البريز نفسه. الاكس عملت لي حسن. والله العظيم الازاز مكسور. الاكس عملت لك حسن؟ ايه اللي حصل؟ مفيش والله يعني احنا هي كانت راكبه جنبي فطلعنا مطب. قبل ما اطلع المطب كانت صاحيه. بعد ما نزلت من المطب كانت نايمه.
فانا ماشي عندنا في منطقه اسمها السواح. انت دوست على حاجه ولا ايه ده؟ ايه والله بجد هي يعني نامت. إيه؟ هي نامت فقررت ان هي تنام براحتها عادي، سبتها نوم؟ انا مروح عليها ولا حاجه؟ لا نايمه تمام. قررت على المطب. فنامت بعد المطب على طول. ففي اللي هو ميكروباصات اللي هي الصغيره اللي هي ما بين الكبيره قوي وما بين الصغيره عارفينها دي على طول يعني. في واحد كان راكب، يعني هو راكب الميكروباص بس غالبا خربان ولا حاجه، شافها وهي نايمه كده فقرر ان هو رازيني. انا ماشي كده فبقى يجي قدامي. فيا عم انت فاهم، طب اهو فاهم، واطلع جنبه تاني وهكذا فضلنا وهكذا لحد ما فضل ماشي بسرعه وانا عايز اطلع منه وقام جايب الشمال خبطك وماشي. لا ما خبطش، ما لحقتش بقى. عمله كده لقيت رصيف قدامي، لقيت رصيف قدامي. فانا في مشهد بس احنا هننام. فانا في مشهد سلو موشن فاهم، اللي هو انط ولا فاهم، شايفها بتطلع فاهم وداخله في الازاز. حصلهاش حاجه، طلع لها حبايه. العربيه ولا البنت؟ هي والله العظيم طلع لها حبايه من الخبطه. يعني توم وجيري كده. يا حبايه قد كده. حبايه. طب الازاز حبايه بجد عملت كده هتتفق. الازاز في دايره اكبر بكتير من حجمنا كلنا موجوده في الازاز. بجد الموضوع صعب قوي. موجوده لحد دلوقتي. مين؟ الحبايه موجوده لحد دلوقتي. الحبايه في العربيه موجوده. الحبايه اللي في العربيه اللي ماتت جوه العربيه لا مش موجوده. يعني مش موجوده. هي بفضل ونعمه بقت اكس الحمد لله. سايبها ايه شباك ولا ايه؟ ايه؟ سايبها شباك؟ عاملين الكارته والله سايبها كده بقى للدنيا. ما انا هغيرها ان شاء الله. تذكار للاكس. بس عشان تعبت فكرنيش بيها. بقول لك جاي من الحرفيين وشارك صدام. ده انت كنت في شغل الحرفيين صحيح؟ كانت ساكنه في مكان في الحرفيين؟ لا ما كانت ساكنه في مكان مش عارف اسمه الشارع الجديد. اسمه الشارع الجديد. ريحته كله فطير. ريحته كله فطير بجد. انا بدخل عندهم يا صباح من اول الشارع بحس ان الدنيا مشلتتها كده وهعمل كده اللي هو اقطع الدنيا. والله كنت بروح هناك بجوع، ريحته سمنه بلدي. انا اول مره سلم على الناس كده، سلم على الناس كده. اللي هو انت تشوفه بتعمل كده قدامك كده. كانت مرميه يا حاج اصحى يا حاج. البنت دي كانت طبقات. الناس كلها طبقات. هنحلم قوي. لا والله هي مسيتك. كلامك كله مرمش. يا مساك كراس. فين مصعب؟ والله. على ذكر المشى الرواق بتاع العيد بقى. الله. بحس ان دايما طعمه مختلف عن كل اللي رايح يعمل في الدنيا. بتحبوه ازاي؟ عشان كلموني في الاكل شويه عشان بتحبوه ازاي. انت سخنت ليه؟ والله الرواق ده يعني حاجتين او 3. بتاكلوه ازاي؟ يعني لو مسكر بتاكلوه ازاي؟ ولو حد ما بناكلش رقاق مسكر، بناكله بقى جلاش. ثانيه لا هقول لك على حاجه عشان في هنا ايه خدعه رهيبه. ايه بقى؟ الرقاق عندكم بيتعمل بالجلاش ولا بعيش الرقاق؟ بالرقاق اللي هو ناشف. ايوه هو ده. ايوه انتوا عارفين امي احنا بنعمل الرقاق عندنا في البيت بطريقتين. لو مسكر بطريقتين، اللي هو العادي اللي هو بنعمله في اللبن، بنحط شويه لبن او فتت القطط. ايوه ده كده عادي تمام. في واحد بقى تاني اللي هو بنحط لبن وسمنه، بنسيح سمنه وبنغرق الرقاق كأنه زي الشوربه بالظبط عادي جدا. تمام. وبنبدا نحط طبقه وسمنه، طبقه وسمنه، طبقه وسمنه، طبقه وسمنه، وقشط على الوش وحط في الفرن. لا على النار. الكلام ده كله على النار. تروحي بقى الباقي بعد ما ينشف من تحت، تروحي الباقي ينشف من فوق. وليه احلى من ريحه الفطير بتاعك. من الشارع الجديد. احلى من الشارع الجديد. عارفه ايه ده خطير. لا احنا الحلو ده بقى بنعمله بالجلاش مش بالرقاق. فدي بدعه. الجلاش ده العادي. خلاص انت الحلويات فظيع. انت بتحب الجلاش ازاي؟ بتحب الرقاق ازاي؟ اللحمه المفرومه العادي جدا البيزك. طيب بس شوربه اكتر. بس بتتفقوا معايا ان هو بيبقى طعمه في العيد مختلف جدا. اي حاجه في العيد بحس ان طعمها احلى. الفته في العيد مختلف. لو في العيدين مش في العيد الكبير بس، مش عشان مثلا اللحمه طازه او حاجه، بس في العيدين بجد بحس ان الرقاق طعمه مختلف عن قبلها بيوم. الموضوع ده غريب جدا. ماشي فاهمك عامه. ايه رايك؟ فاهمك. بس انا قبل كل عيد كده بيبقى فيه 3-4 ايام احنا هناكل اي حاجه.
تاكلوا من خش الارض. احنا هناكل طوب اخر ده كلنا اخر في اسبوع في رمضان انت بتاكل عدس كل يوم ولا كأنك مسجون يعني. ومش عارف ليه بقى رمضان كله. لا بقى خلص قبلها نفسي بكام يوم. نفسي والله بس ده سحور، انا باكل سحور. طب بالظبط هو ده فعلا. انت بتغمس اي حاجه وانت ماشي يعني، تفتح الثلاجه وتاكل بعد ما تصحى. مع ان الليل الصغير ده انا هاكل رنجه يعني، فاهم حاجه؟ او هاكل الصغير على بال البطن ده بقى. سمك يعني. انا ما بحبش ولا بحب السمك. ايش كويس. ما بحبش السمك، ما بحبش كائن السمكه. بحب اي حاجه في البحر، اي بحريات انا تمام معاها ما عدا كائن السمك ده. ايه كائن السمك ده؟ اللي هو السمكه نفسها. بس بحب اي حاجه في البحر بقى، شعاب مرجانيه انا طحالب اي حاجه انا تمام معاها. تمام معاك الطحالب بناكلها ولا شوربه بحر بس؟ شوربه حاجه ميه. ايوه بلو يعني. انما السمك باكل تعابين، جربتها بس ما جاتش معايا سكه برضه. ما جاتش معايا سكه، ما حسيتهاش. هي السمكه الوحيده اللي انا بحبها اللي هي التونه، بس التونه اللي هي مش المعلبه، اللي هي التونه الحقيقيه والماكريل والبوري لو هيتعمل سنجاري. انا قلت نفس الجمله دي في الحلقه اللي نزلت النهارده. شكلك توكسيك عامه. ليه طيب؟ خلاص ما اللي مش حلو. عشان التونه عنيده وكده بس تمام يعني. يا ام على المواصلات جايب اللي في الشارع الجديد والله العظيم طبقات فعلا. انت ليه عامل مش اتفضل يا عم بلع اللي فيك والله العظيم. عايزين الانتاج خلي بالك سخن ايه مليانه من الكولدير ودي ازازه ميه اصلا فاهم. بتاع كل حلقه عامه. لا يا عم شارينها النهارده، شيل ازازه ميه كل حلقه خلي بالك. يا لهوي انتاج ده انا دافع عليكم بره. دافع علينا صح والله العظيم. ده بنوت كاتبه. طب هنطلع بعد الحلقه ايه مفيش مش الدرجه بقى. مش مشكله هندفعها يعني اي حاجه باين للمستمعين ان احنا سخه ولا حاجه. لا بعد الحلقه نشرب قهوه. اعزائي المستمعين مفيش قهوه في المكان. هو مفيش علشان الكافيتيريا مقفوله. ما تسواش سمعتنا بالله عليك. جايبين ازازه ميه في اتنين بيسمعونا بالله عليك. لويل قوي يا عم. هيجيبوا القهوه ويجوا قهوتك عندنا يا سعاده الباشا. طب انت تسمعونا بره ليه؟ طب والله بجد يعني ايه وضع القهوه فعلا. القهوه يا عم عمرو. ايوه بقينا في عماد الدين. الكمبيوتر بتاعي بيدخل عليك كده هو انا كل شويه ارد. ايوه محين. انا كل شويه ارد. هل انتوا عندكم في البيت كده بيبقى في اكله معينه لاي مناسبه؟ ولا كل اكله بتبقى ليها مناسبه؟ انا بحس ان المحشي داخل في اي مناسبه. المحشي شريك اساسي كده هو والمكرونه البشاميل. لا المكرونه البشاميل دي فيها كلام، بس هو المحشي لازم. المحشي كده شريك اساسي. ومش المحشي اللي هو ورق عنب، لا المحشي اللي هو محشي اللي هو يا كرومب يا بتنجان. ورق عنب ده مشكل. لا احنا مشكل. لازم. اصل احنا عندنا كام محشي اساسي، اللي ورق عنب والكرومب والكوسه دول اساسي. مع المواسم بقى نشوف مين هيكون موجود، مين هيشاركنا الحوار ده. انا اكتر حاجه بزهق منها البط. بتزهق من البط؟ ليه؟ الفكره بتاعت ان البط لازم يتحط مع محشي في اول يوم رمضان دي. لا ما انا عندي حاجه بقى، انا ما بحبش اي بروتين مع المحشي. بحب المحشي لوحده، اكل المحشي لوحده واكل بقى اي بروتين ده مع رز مثلا. انا كده بس مع مكرونه بشاميل. برضه المكرونه بشاميل اللي بتزهق اي حاجه اسيبها بس مكرونه بشاميل. انت مستغرب ليه ابو في ايه؟ مش عارف يعني. انت خلصت محشي بقى كده احب المحشي لوحده وبروتين بقى. لا يعني مثلا ده يوم تاني، بس انا ما بحبش انت تعمل لي فراخ مع المحشي، ما بحبهمش مع بعض. وانا ليه لما جبت محشي في رمضان كنت جايبه جنبيه سمبوسه ورق واسمها ايه وبانيه، كلت عادي. يعني انت عايزه تبين الناس اللي انت ماكلانا وبتاع ولا حاجه؟ لا انا قلت افكروا عادي. قلت افكرك بالعزومه. شكرا على ربع الفرخه اللي قلتها لي. شكرا. ساعات يقول لي ما بتشوفش من اهلكم حاجه ومش عارفه الحوارات الغريبه دي. تمام. لا احنا عندنا في البيت اكله بتتعمل في كل المناسبات. ايه بقى؟ فته. عيد عمال نعمل فته، تحرير سنه نعمل فته، شرطه نعمل فته، انت فاهم؟ عيد كبير عيد صغير مولد نبي اي حاجه نعمل فته، انت فاهم؟ احنا مناسبه يلا ننزل بالفته، انت فاهم؟ بناكلها بس في والله بناكلها في السنه مثلا. لا بناكلها باللحمه اكيد. لا والله فته. ومشكلة ان احنا الفته بتاعي الثانيه واحده عشان ريحه التومه. خلاص انت بتريح يا كده والله. احنا مش بنهزر دلوقتي والله يا جماعه. في نوع فته كده
ريقي بدا يجري. في نوع فته ما بدوقوش في اي حته غير عند مرات خالي، اللي هو ايه، اللي هو الفته العاديه جدا اللي هي الصلصه. تمام، بتحط في الصلصه توم، وبعد كده تعمل وبعد كده تعمل اللي هي بيبقى توم فيها اللي هي الدقه. تمام، وبعد كده بتجيب مش عارف ده ايه، بس التوم ده مره واحده بيبقى مقرمش، بتقرمش التوم، فانت بتحط توم فوق الفته. توم ده انت قولون بيعيط بيزغرط، بس تبقى طعمها حلو جدا مقابل الحلاوه بس بتاعت طعمها هيبقى فشيخ خطيره، كميه توم بخل بس تتعالج بقى شويه ولا كانك في عربيه كبده. والله وكميه الفته دي زيك كده بقى، انا هاكلها لوحدها. انا لو دي نزلت طبق لوحده مش عايز انت عارف انا كده معاني فته ايه بقى بتاعت حبايب السيده. يا راجل بحبها قوي، ما اعرفش ليه قويه، بحبها قوي، ده قويه. هو انتوا بتاكلوا من الحاجات اللي هي طبعا مشتقات الحيوان؟ انا ما فيش حاجه في العجل ما اكلتهاش طبعا. انا ما بسيبش العجل في حاله اي كائن ماشي. ولا انا بأبيز العجل من الدل للراس، الودان لو بتتاكل. الحاجه الوحيده اللي ما اكلتهاش في العجل لحد دلوقتي الجوهره. صعبه قوي. ما تعرفوا انا كده ليه يا عمر؟ لا انا عايز اجربها، انا من النوع اللي هو مش بقول ان انا ما بحبش حاجه كده، انا اجربها الاول. يعني هي نزلت قدامي شفتها اتخضيت من نظره اولى. يعني عملنا كده فاهم، اي كونتاكت. قول له يقطعها عادي. لا صعبه يا جدعان صعب. لا انا ممكن اجربها، لا انا عايز اجربها عامه، ما عنديش مشكله مع الموضوع يعني. صعب لما الموضوع اجرب وبعد كده اقول اللي هو صعب الموضوع كله. انت ما بتاكلش اي حاجه غير اللحمه؟ لحمه وكبده. لحمه وكبده بس؟ انت مالكش بقى في الفشه والطحال بقى والكلاوي. طب ما انت يا ابني، ما انت لسه واكل بس ثانيه واحده. انت هل تعلم ان احنا اول امبارح لما كنا بناكل عند طاسه جملي؟ ما اقول لك في اتنين بيشوف اقول اسمه عادي. طاسه جملي. لا بلاش دعايه يا جدعان. بلاش ننزل الميه خليك عشان ليه بتطلع ميه. كان فيها كلاوي. ما خدتش بالك ان انا كنت بعمل كده؟ بيرمي لك كلاوي في بقك. اكلت 4 5 6 كلاوي على الاقل. لا عايز اقول لك انت الكلاوي اصلا ما كانتش باينه. خلاص انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ خلاص يا رجاله. هي على فكره الكلاوي في وسط الكبده فعلا الاثنين بيبقوا بعض سيكه، وكمان الفرق فيها في العضه مش هتاخد بالك قوي كمان، وهي طعمها حلو اصلا. لو معموله حلو طعمها حلو، لو مش معموله حلو زفرت الدنيا والاخره. سيكادوري ما كانش فيه زفاره، انت كنت انا كنت مبسوط. يبقى عشان كده ما خدتش بالك. هي خلاص ممكن اكون كان الحلقه باعلان طاسه جمالي. ايوه سبونسر معانا في الحلقه. لو عايزين تبقوا سبونسر تعالوا، احنا موجودين في 4 بيشوفون. خلي بالك في 4 داخل لك المحل يعني. بختك يا عم تكسب من وراه. ايوه هو الحاجات دي مجرد يعني انا الحاجات دي بعشقها. لا يعني انا باجي ساعه العيد احنا هنذبح الدنيا تمام خلاص، انا اقف ذبح اخد بعض وقت. طب انت تعرف على ما يفضي بيشفي، ما حدش بيعمل اي حاجه من الحاجات دي فاهم؟ ما بيعملوا بقى هم، بس انا ببقى واقف بعيد على ما يفضي الدنيا والكلام ده كله اجيله في الاخر. طب انا هديك حاجه بقى تمام. احنا عندنا في البيت ما بيحبوش قوي الاكل ده اللي هو عادي بالنسبه لهم. انا اللي بطلب الاكل ده في العيد. يعني انا بطلب اللي هو خلاص انت بعد ما تخلص الذبح وكل ده انا عايز فشه وطحال وزور وقلب وكلاوي. لا يعني لازم اخد حته من دول بتوعي بجد. بيجوا متكيسين عندي. واقول لك على الحاجه، انا الوحيد اللي بعرف اطبخهم في العيله. بس ما فيش غير يعني لو ما طبختهاش هم مش هياكلوها. فاهم؟ فيعني لا انا كلب في الحاجات دي. تعرف تطبخ؟ بعرف اطبخ جدا. الله، انا بحب الطبخ. انا بعرف اكل جدا، انك ما بعرفش اطبخ. انا بعرف اعمل الاثنين، باين عليا جدا عامه. انا بعرف اطبخ، انا بستمتع بالطبخ. ايوه بجد الموضوع مسلم عليا جامد فشخ. ايوه انت عارف انا مشكلتي في بقدر جدا بحب اطبخ. انا لو الحاجتين انا شكلي مش بتاعتي، انت فاهم حاجه يعني. الحاجتين دول الانثى اللي في المكان. لو الحاجتين دول مش موجودين في المطبخ او مش شرط والله ده فري هطبخ عادي تمام. ايه هما؟ البصل والثوم. البصل والثوم؟ لا انا تمام. حد بيحب البصل كتير في الاكل؟ لا ما بيجوش معايا سكه. انا بحب البصل كتير جدا في الاكل. انا بحب كتير قوي. ده بيقوم صينيه الفراخ بالبصل الدنيا وما فيها. صينيه بطاطس بالفراخ وفيها بصل تحت، فيها بصل كتير. بعرف اعملها جدا برز بقى. ادي لك ابص عليها بعد ما تخلص. رز شعريه يعني خلصت خلاص. البصل ما كانش رز ابيض ده ولا تاكل رز حبه البصل راح بقى خلاص بقى. رز شعريه جدا. الصوص بتاع الفراخ مع الكلام ده كله. لا انا بحب اقطعه كبير. انا عايز اصرح هنا للاثنين اللي بيسمعونا، انا ليا تتبيله خاصه في صينيه الفراخ.
ايه؟ لا مش هقولها. مش اقدر اعرفها شيف شربيني. يا ام محمد عينينا ليكي. عايز اعرف طريقه عمل الاومليت. البيض والبسطرمه. ليا بجد تتبيله خاصه، مش بعملها كوميرشال كده يعني. ايوه لا ليا مزاج يعني. انا بجرب كتير قوي في الاكل. لازم اكلهم الاكل بتاع اسلام. اسلام اخوه عنده اكل. هي وجبه واحده، مكرونه وفراخ. بس بيعملوا حلو اكتر من حاجه. بس ثانيه واحده، هو بيمسك الفرخه، بيمسكها كده يخبطها خبطتين زي المولود الجديد. ايه النهارده؟ والله هعمل فيك ايه النهارده؟ احط عليها كاري. اوف اوعى الهندي. احط كريم لباني اسمها ايه اللي هي الكريمه اللي هي كريمه الطهي. انزل عليها كريمه الطهي، احط عليها مكونات الدنيا كلها وادخلها في الفرن. طعمها حلو جدا جدا. المكرونه اللي هو بيعملها خطيره، مكرونه بالصلصه وبيحط عليها التقليه، البصل التقليه بتاع الكشري. بس هو بيعمل حاجه، هو بيقوم فتح الدرج بتاع التوابل كلها، مش عارف كلها، مش عارف مقادير، مش عارف ارفع قرنفل، مش عارف كل حاجه، مش عارف كل حاجه تتحط، بس دوق الاكل. اصلا انا عندي حاجه ما اعرفش دي عندي انا بس ولا عند الناس كلها. لا بس انت وجع بطن بقى. تقعدي يومين انت مش حاجه في الحمام، بيت شتوي كان كلت اكل هندي والله عامل زي الدب القطبي كده. في الحمام تجيب انت بتعرف تريح نفسك شويه ترجع تاني، فاهم؟ بتعرف كاري. ايوه ريحتك هندي. ايوه ريحتك هندي. تطلع مش عارف تتكلم انجليزي. نازله لا ماي برادر. لا انا عندي حاجه وانا بطبخ. انا التتبيله اللي انا بحطها ببقى ضايق طعمها في بقي. وانا بحط كل حاجه ببقى خلاص انا عارف ده هيطلع طعمها كذا عشان حطيت كذا وكذا. ايوه فدي عندي فشخ، وانا عندي سنس قوي في الحوار ده. ايوه فانا يا لهوي انا عليا مكرونه بشاميل. ما بص اقول لك على حاجه، تكلم. انا بعمل لازانيا حلوه جدا. ايه اللي سلادة دي؟ والله العظيم دي جميله قوي. خطيره. عمري ما جربت اعملها الصراحه. عمري اكلتها عموما يعني. لا اكلتها بس اكلتها في مطاعم. بعمل حواوشي بالجبنه خطير. انتوا عارفين ان انا طبعا على سماش برجر ملعون حميده. انا بعمل ميتين امي في مصطفى بقى. كده على جنب. انا بعمل برجر محشي جبنه. اوف. بحب الكونسيبت ده قوي، ما اعرفش ليه مش منتشر في المحلات. موجود اكتر في العربيات. بس بجد بيبقى طعم البرجر مختلف وجواه جبنه. هي قرصه على بطنها قبل. قعدت اقول لك قبل ما نطلع عليها. مين فيكم نفسه ياكل بشاميل الخميس؟ انا طبعا. يا اكيد طبعا. يا اكيد طبعا. ايه ده؟ انا صوت اللي هي دي بتاعت تقليب المكرونه دي. تقليب المكرونه. قلبي بيدق تروح معانا. انا بخلص وهو باكل سندوتش جبنه زي الكلب. ايوه بيبقى لا بس عموما انا لازم اخدكم كلكم في مره نيجوا عند حماتي. حماتك؟ حماته بتعمل حواوشي بقطع الليه. لا دي كده فهمانه. انا بقدر اي حد بيستخدم الليه في الاكل. يا جدعان بجد مش طبيعي. حد كان فول بالليه جامد قوي يا جدعان. ايوه من عند اسمه ده جامد قوي. انا ما اكلتوش من حته، انا عملته في البيت. جامد قوي مش طبيعي يا جدعان. مش عازمكم في البيت عندي، عازمكم عند حماتي. بحب اللي جدا. سلمنا على حماتك بجد يعني مؤاخذه يا ماما. كل يا معاش تليفونك. ايوه اكيد ما تتفرجش على اكيد يعني. اكيد مش من الاثنين اللي بيتفرجوا. تبقى صفه رهيبه يعني يا جماعه. طب احنا ليه قلبناها حلقه اكل؟ يا عم خلاص بقى يوم. بس الحلقه اللي نزل النهارده حلقه اكل برضو. انت فاهم حاجه؟ بس احنا في عيد كبير بقى وكده. فانت ما فيش اكتر من الاكل ده. احنا اصلا عيد الاكل. انت فاهم؟ كنت بتاخد عيديات لحد امتى؟ لحد امتى؟ والله يعني تقريبا اولى ثانوي تقريبا. يعني لو حد كده يعني فاهم عمل غفوه وعمل حسابي يعني فاهم في اولى جامعه فاهم وكرمش لي 100 جنيه كده حطها لي في جيبي يعني. ما بقعد ايه شايفهم فاهم عاملين ياخدوا الهديات صعبان عليا نفسي جدا. انا ليه كبير. والله بجد. طب بتدي هديات؟ اخر عيد انا اديت هديات. كم واحد؟ لا كان كتير قوي. احنا عندنا اطفال كتيره جدا في العيله بتاع 10 مثلا ولا حاجه. ايه ده سيم والله نفس الرقم. فبندي كتير قوي. وزع اديت امي يعني ايه ما اعرفش ليه اديت امي يعني بس تمام يعني حاسس ان انا برد جميل ربيتني صغير.
اللي هو مش كسر عيني يعني. فاهم انا بديك عليه بتسمع البودكاست الاثنين اللي بيسمعوا مش هينفع اتكلم في الحته تقريبا امك ايوه ما تصيحناش بقى. لا خلي بالك غير سبسكرايبر بقى في ناس ما تحلش يعني. طبعا والله العظيم شابوه طبعا والله شابوه والله شكرا انا سقفت معاك عشان ازود التسقيف. انت فاهم حاجه؟ انت عايز بؤس اكتر من كده؟ الميه يعني ممكن نشرب منها عادي ولا لا دي احنا بس يا عم اشرب يا عم. انا باخد عيديه لحد دلوقتي. يا بختك عشان بنت فشخ. لا اخويا بياخد عيديه عادي. يا اخويا بخته فشخ. اخويا عنده 24 سنه بياخد عيديه عادي جدا. انت عارفه معنى العيديه ده حاجه مهمه جدا. فرحه جدا حتى لو صغيره. بس عايز اقول لك حاجه هم يعني هم مش فاهمين ده دلوقتي. مين اهالينا هم مش فاهمين ان حاجه بتفرحنا احنا. اللي بيدي العيديه ده بقى اكتشفته. عرفت شعوره ليه هو بطل الدين. ايوه بجد والله عرفت كتير قوي. هو ليه قرر ما يدينيش تاني. فاهم اللي هو فاهم بطلع من جيبي كده بعد فاهم تقعد تعد ورق كتير ودول ما كانوش 5 جنيه في ايوه الفلوس دي. لا بؤس يعني. لا جدا الحمد لله لسه باخد وبقيت ادي عاديه كمان والله. عندي 3 ولاد فبدي دلوقتي الحمد لله. تخدمي اليمين تدي بالشباب. ايه تخدمي اليمين تدي بالشباب. بقى لي 3 سنين والله العظيم مصلحه وضيقه. طفل يونس لا يا بخت اخويا يا بختك عم الطفل فانت بتطلع عليه. لا احنا بنطلع صدقه ده بالاقرار فاهم. ايه تاو ده تاو بجد يا اسطى. العيال زمان او احنا زمان ما كناش بنقول ادينا كذا. انا عندي ولاد اختي لما اجي اديهم عيديه انا عايز كذا. ايوه عايز 100 جنيه. لا 100 جنيه مفيش حاجه اسمها 100 جنيه. انا اخد كام سنه والله انا محمد جاي يقول لي هات 500 جنيه. ليه انا ما خدتهمش اصلا من ستك. هيعمل بيهم ايه؟ اديله شيكات احسن ايه يعني. لا هم بيطلعوا بغنيمه بعد البتاع. بيطلعوا بمبلغ. انا عندي واحد صاحبي كان رقاصه بيطلع في العيد بجد بيطلع رقاصه 5-6000 جنيه. طب يا جدعان هي لسه الامهات بتاخد الفلوس من عيالها برضه في السن ده؟ انا مش عارف بس انا عندي معلومه. انا عمري ما امي خدت مني فلوس او ما اديتلهاش المساحه دي. انا كمان لا ما تقربيش مني. انا ما خالص ما نصبتش علينا. فلوسي بجيبي. تقول لي طب ما انا بردهم الناحيه الثانيه براحتي. ماليش دعوه دي بتاعتك مش بتاعتك. اللي مع قرايبك يعني. انا تمام انا هصرف براحتي. ما تجيش معايا في ال 1000 جنيه اللي معايا دلوقتي. انا ما شاركتش في الموضوع ده. كانت بتاخد مني العيديه. بتاخد منك العيديه؟ انت اقول لك على حاجه. انا جيت في مره كنت في رابعه بتبقى غنيه قوي في رابعه ابتدائي. ده هم 3. تخيلي مثلا لو كل واحد معاه مثلا بياخد مثلا 2000 جنيه مثلا عيديه. ما تحلمش في 3 6000 جنيه غنى يعني. ما تحلمش عشان في التسعينات ما كانش فيه الكلام ده. كانت العيديه ربع جنيه وجنيه عادي جدا فاهم. طب هتعمل بيهم كان بيجي عم الله يرحمه كان فاهم بيدينا 75 قرش 3/4 يعني ليه 3 جنيه يا راجل؟ مش يديلك نص وربع لا بيدوا لك 3/4. اما عشان ورق كتير فانت كأي طفل هبل هتفرح بيهم. تمام منطقي. انا كان نفسي اجيب مسدس خرز. ده كان ممنوع عندنا في البيت. لا ده كان تريد مارك العيد عندي. كان حلم حياتي وانا طفل اجيب مسدس خرز. انت ما لعبتش الحرب بتاع مسدسات الخرز؟ كنت بلعبها تحت في الشارع مع اصحابي بمسدساتهم. انا مش عارف اجيب مسدس ممكن هجمه. كان ممنوع فشخ عندي في البيت ان انا اجيب مسدس خرز ده. كان عندي اللي هو بيطلع دخان ده اللي هو تك فاهم بس. ايوه المهم جه عمي اداني فلوس بس جوز عمتي قصدي جه اداني فلوس. فاول حاجه عملتها نزلت اشتريت المسدس. قلت هواجههم بقى خلاص. نزلت انا اشتريت مسدس ولاد محمد ابن عمتي اشترى مسدس. تمام مش ايه خاصه مع ابن عمه. لا محمد الجموني تمام. وشريت المسدس ورحت البيت. ابويا شاف المسدس خدوا مني حطوا خلاص خدوا انا ما لحقتش اطلعني كيس حرزه اقسم بالله حطه في كيس هو وجايب بقى كميه خرز فاهم تكفيني السنه كلها. هطلع البيت كله. ابويا خدوا منه زي ما هو في الشنطه واتحط تحت السرير. رخصك حرمني منه لحد دلوقتي. حرمني منه لحد دلوقتي موجود تحت السرير. ابن عمتي بقى ذكرته ليه؟ هو منتجني ليه؟ انا جاي لك في السكه. هو لحد النهارده حرفيا تحت السرير موجود. ده بجد؟ بس ابن عمتي القذر عمل ايه؟ عشان مش ينفع اشتم اكتر من كده. خدر ابوك خدر. لا مسدسه باظ. فاما بدل المسدسين خد مسدسه يا قذر. اوف عشان كده لحد النهارده بكرهه. عشان كده بتكرهه. عرفت ليه بعمل له كده؟ ايوه ده بجد بكرهه جدا. ذكي فشخ. انا عملت حركه في حرب الخرز ده. كنت بتفرج على هاني سلامه اسمه ايه اللي هو مشروع خيانه مشروعه او حاجه اسمه هاني سلامه. في مشهد اللي هو كان بيجري ويروح ناطط مره واحده ويروح عامل
عارفها دي؟ تخيل بقى الحجم ده كله. هو نزل عمل بوم هو اللي عمل البوم في المسدس. ضربونا بالنووي. ما ده بعيد. ما ده بعيد. فانا كنتش كده، انا كنت ارفع من كده بكتير قوي. زي ما كنت بلعب كوره، وكنت بقى يعني كنت بلعب كوره وحارس مرمى في نادي النصر وليد 97 وتمام. مرة على الرمي يعني. والله العظيم كنت عارف اضرب ازاي. ففي مسافه بعيده جدا جدا، فكان معايا مسدس خرز، فسلام دخلت قاعد بعيد قوي. فهاني سلامه حضرني، فاهم؟ جريت ورحت. قمت راح قايل له انت مالكش تتكلم معايا كده. انا ما سمعتش التال بجد. كان فيديو كده اتشهر لهاني سلامه في انترفيو قديم، كان بيقول المذيعه كانت بترخم معاه في الكلام، انت مالكش تتكلمي معايا كده. والغريبه ان هي جت في نص دماغه هنا. دي غريبه جدا بالنسبه لي. نشنت بجد. انا نشنت بجد. ليه؟ انا ردها لك ده لا ده الزمن بتاعت ربنا. دي بتاعت ربنا دي. والله ده استغلالات كتيره بقول لك عليها. بجد بكرهها عامه استخداماتها، بكره استخداماتها. انا عايز اعرف دلوقتي حاجه. هو انا كل ما بعطل منه في الكلام بص عليه والله بجد. بص عليه بجد، يسكت شويه يرجع تاني يتكلم عادي. نعمل ريستارت بس. ايه ده بجد؟ مش هعمل. اقول لك على حاجه والله، عصبني قوي على نفس المسدس الخرز ده. انا لما كبرت كان عندي محل كده بتاع هدايا، فرحت عملت جنب كامل كده لعب اطفال كله مسدسات خرز. وجبت ابوك عزمته في المحل. جبته ايه في كل ده؟ عايز اقول لك بقيت امشي في المحل، كان بيجي لي انا كنت بمشي بطلع المسدسات الخرز دي وامشي اضرب في المول كله. واي اب اشوفه قدامي هطلع السرير. حد يقول لي لو شفت حد نفسه فيه بكيسه واديهوله، لو على حسابي خده. ايه الترومات اللي بكتشف فجأة دي عند الناس؟ نهار لا انا كنت بجيب مسدسات خالص، بس انا كنت بقى ببقى الشاب المميز، مش مسدسات، كنت بنادق. طبعا. والبندقيه كانت بتلسع اكتر طبعا. فيا لهوي. انا جبت الشوت جون اللي هو كان بيضرب ورا بعضه، اللي هو كده. ده جبته. انا كان عندي واحد صاحبي الصراحه كنت بحقد عليه جدا وانا صغير، بس كان عنده اللي هو الآلي. كان بيضرب ورا، كان غني جدا. اللي هو بيضرب ورا بعض ده. اللي هو الكور جيل ولا لا خرز. ده كان الكور جيل ده دي يا جماعه احنا من كتر التفاهه احنا من كتر ما احنا عندنا تروما من طفولتنا. احنا امبارح خبر حصل. ايوه امبارح كنا في كايرو فيستيفال. في محل كبير جدا هناك بتاع لعب اطفال. عارفاه. احنا سيبنا الخروجه وسيبنا اي حاجه، سيبناهم دخلنا جوه واتسحرنا. انا كل مره بخش كايرو فيستيفال بتسحل جوه. انت بتشتريش حاجه، كنت بتلعب باللعب، بشتريش اقل حاجه جوه ب 1200 جنيه. تمسك في عمرو عادي عنده قد كده ب 1200 جنيه. انت ليه ب 1200 جنيه؟ يلا بقى خلوا كلام. كان في ماسك امبارح هيموت ويشتريه، فهو صاير يا عيني فاهم وبتاع فوق، فقلت له بوجي ده مش هينفع. قال لي لا يا عم قال لي يا عم هات لي رخيص يا عم، هتجيب كام يعني 200 جنيه؟ قلت له لا يا ابوجي ب 1200 جنيه. ايه ده؟ عارف انت الفيديو بتاع اديني ابني اللي جنب المسحب والله. ليه ماسك ب 1200 جنيه في مكان زي ده؟ طب من هنا بقى رحت الملاهي؟ تروحوا الملاهي؟ طبعا. انا ليا قصص، انا تهت في ملاهي. احكي لنا. ايه والله تهت في ملاهي. كنت رايح في مدرسه، كنت رايح في رحله مع المدرسه. وعارفين المنخل؟ عارفين اللي هي اسمها ايه اللي عند في عباس؟ لا اللي في الحديقه الدوليه، ولا اسمها الدوليه دي؟ الحديقه الدوليه جنبها في ملاهي اسمها وندرلاند ولا جيرلاند ولا مش عارف. فانا كنت كده. ايوه فرحت مع المدرسه. متخلفه ما دخلتهاش. حد عارف المنخل؟ كنا في عز. شوف اللي حصل امبارح، هو كنا بنبقى حواليه قاعدين وهو بيتهز. اللي حصل امبارح في اسكندريه حصل يوم كده والله بجد. اللي حصل امبارح في اسكندريه حصل يوم. الجو حر جدا ومره واحده امطار غزيره. وانا طفل وانتوا في المنخل. وانا في طفل في 6 ابتدائي.
ففضل درجن فاهم، وخلاص بقى ما يعني فاهم. كنت خفيف يا جماعه، والله كنت رفيع فطرت وقعت فاهم. ففضل بتاع درجن ومطره بقى، نزلت مطره، كل الاطفال مشي، انا لسه بقوم. الراجل فين الاطفال؟ فين المشرفه بنت الجزمه اللي هتاخدني؟ كانت العيال طلعت تجري وسابتك. طلعت تجري بقى، وطلعت على اكتشفت بقى لما كبرت ان ده اول عباس. هم طلعوا على اول عباس بيني وبين البيت شارعين وجريوا. طب انا فين دلوقتي؟ انا ايه انا طفل اعمل ايه انا؟ اي حد ينقذني. ده على الامن قال لي طب انت منين طيب؟ من عند بابا. مش ينفع من عند بابا. ساكن فين لحد بابا؟ دمه ايه؟ سكر زي العسل. عايز العس الكارت بقى، اسعد الطفل تقلبه في كوبايه. انا شايف السوداني عارف الصوت ده، وراح خده مطرقع. بس مشرفه بقى فاهم، كانت بتقول انت بتزعلي، انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه؟ تخيلي ايه رايك؟ هربتي وسبتيني. بديك 3 اختيارات بس قعدت تزعق بقى، وجابت لي استدعاء ولي امر في 6 ابتدائي عشان انا تهت. انا الطفل في 6 ابتدائي المفروض اعتمد على نفسي واطلع بقى عاديه وعين تحت السرير. طب انا مش طفل يعني ولا ايه؟ بس جت بقى يا جماعه. طب انتوا ملاهي بس ولا الحاجات اللي هي زي ماجيك بلانت والكلام ده؟ لا ما اقول لك على حاجه، انا مش من القاهره، كبرنا بقى انا من المنصوره. اوكي. فما كانش عندي كل ده، كان عندي ملاهي بس ديبولاند. والله اللي عندنا في الحدايق مش قادر. ما اتبسطش كتير، ما اتبسطش عيش. خلاص يا عم. دخلنا برضه واحنا كبار، من ضمن التفاهه اللي احنا فيها. الحمد لله ربنا كرمنا بطرقعه مره واحده. يلا نبقى تافهين، يلا كذا، يلا بعمل ده كتير. ده حلو، يلا نبقى تافهين. دخلنا ملاهي اللي هي التذكره بتاعتها ب5 جنيه. خد بالك لو معانا حد اللي هي البلد بتاعت موالد دي. لا ده بجد يعني هي خلاص قلبت كذا، هي كذا، انت رخم. لو اخويا رخم عليها بسيبه وامشي. ده جامد يا باشا. ايوه يعني انت عارف الملاهي اللي عندنا ديت، احنا عندنا حته اللي هي اسمها الشادر في حدائق القبه. الشادر دي اللي صور فيها فيلم الشادر بتاع احمد زكي اصلا. فعملوا الحته دي ملاهي وملعب كوره وغرزه ومقام احمد زكي وغرزه والله وبيتكلم على وغرزه قد كده، والتوحيد والنور بقى فاهم. ما اعرفش ليه والله ما اعرف ليه. ايه المالتي فيرس اللي انت فيه؟ والجوهره للسيراميك. والله قدامنا حتى الجوهره للسيراميك، ما اعرفش ليه برضه فاهم. ودخلنا الملاهي، لعبنا عربيات، ودخلنا بيت الرعب. ست عجوزه. لا مش بيت رعب. ومش بيت رعب، هم مضلمين اوضه وفي عربيه بتمشي بس، وفي سبوت يروح طالع لك مره واحده. الله يطلع لك بسكرات. يطلع لك واحد كده يقول لك بخ مش عارف ايه، يضربك فاهم. بيت رعب 30 ثانيه. انا اقول لك تخش تلعب في 30 ثانيه. انا اترعبت في 30 ثانيه. ما اترعبتش عشان الالجوريزم بقى. استراتيجي بقول والله. ولعبنا عربيات، وكنا عايزين نركب بتاع كده اللي هي ميني، عارف الساقية ميني ساقية. هي مش كده، هي اللي هي بتبقى العربيات مقطعه في الوش كده، ميني ساقية. بس قالوا لنا ان احنا حجمنا كبيره عن نفس ال 240 كيلو خلاص. فاضي شيمينج. والله قالوا لنا لازم تعمل تكميم، اعمل تكميم عشان نعرف فاهم دهون قد ايه في جسمك. انت قلت ايه بادي صح؟ بتعمل اي حد. لا ما تجيش بنفسك. لا دي لازم تعمل ايه بادي.
امبادي لازم اعمل ايه بادي. بقالي كتير ما خسيتش والله. بقالك كتير ما ذاكرتش انجليزي اصلا. بقالي كتير ما احلى خسيتش منه كاملين. احلى من ليه والله. اللي يعرف فيلم احلام هند وكاميليا يعمل يتفرجش شير وسبسكرايب. والله بس فاحنا كنا فين بس؟ صح؟ احنا كنا فين؟ احنا كنا في الملاهي. انا تهت. وانا عوري هنا. ثانية بس كده، ثانية استدعاء ولي أمرك. تاني؟ خلاص خلصت. طب انا طفل طيب. في الملاهي تاني والله. يعني انا طفل اطلع هديات. انت ساكن فين؟ ما اعرفش قد ماما. تبقى في الديجافو. اعمل ريستارت بقى. ده عمل بجد. بتاع. بس احنا فين دلوقتي؟ في الملاهي والله في الملاهي بجد. يلا تاني انت ساكن فين؟ مش هنخرج من هنا. ماشي. اعمل حاجه بقى. اعمل حاجه عايز هو مش تكييف بينفخ في وشك. قبضان والله العظيم. شغال والله. انت مستمتع هنا؟ لا طب ليه؟ ما انا عمال اجي له كده كل شويه فاهم. احكي انت طبعا الملاهي. على ما هو يشرب يعني. ما هو نفس الحكايه. انت يا جدعان. عايز اقول لك انا اصحاب بقالنا كتير. فمعظم الحاجات دي احنا عايشينها كلها. طب ما كنا نجيب واحد. نسخه واحده. مش عارف. بس لا يعني كانت الملاهي بالنسبه لنا يعني كان دريم بارك. دي دريم كانت بارك. انا كمان دريم بارك. افشخ حاجه. عمرو راح دريم بارك يا جدعان. ما عشان انت من المنصوره. خلاص بقى انت بتسلمني. حد ركب ملاهي في مطروح؟ لا. انا الساعه اتعلقت بيها في مطروح. فيلم ابو علي. خليك فوق يا عمري. احنا كنا 2 في الساعه، انا ومحمود ابن خالتي بس. هو في اخر الساعه واحنا عشان نوازن. الساعه ما تقعدش يعني فيها. هو تحت وانت فوق. والله انا هو نزل. يعني هو كان بينزل محمود ابن خالتي تمام عشان خلاص هو هينزلك. وهيلف دايره كامله عشان خاطر ينزلني. اصبر بقى شويه. شايف مطروح بقى كلها. والله والأبيض بقى وكلها. الله حلو الشاطئ ده. رعب. ده رعب فعلا. رعب. والملاهي في مطروح غريبه جدا. جواها سيرك. جواها سيرك. هم جايبين عارفين الفود كورد. هم عاملين زي الفود كورد كده فاهم. جايبين كل محلات الدنيا كل حاجه. نعمل كل هنجيب اسد وهنجيب فاهم. نجيب كل حاجه. واحد سعيد وهيعمل كل ده. والله دي نكته. والله هنعمل نكته بالتعرف. ودخلت بعد ما اتشعلقت طبعا نص ساعه نتشعلق فوق وراح منزلني. حرمت. كل يوم من ده. والله دخلت بقى للساحر. انت كنت بتشكيل ولا ايه؟ ساحر للراجل ده. والله لا دي اكتر فقره انا خفت فيها في حياتي. ليه؟ بس انا خايف اتنمر. لا قولوا. لا تنمر يعني. انت شفت ايه؟ والله يا جماعه انا شفت مسرح عادي جدا. في دماغ محطوطه كبيره قد كده كبيره قوي. ايوه كنت بقول ارشدوك والله. هو والله دماغ كبيره جدا وملهاش جسم. انا كطفل امنت بيك يا رب. انا كطفل سبحان الله مش شايف جسم. بتتحرك بتتكلم بتعمل اي حاجه. بتقول كلام. عارفين الناس بتاعت العبده بتاعت بتاع الهند. واحد دول فاهم. الناس اللي هي والله هي ما بتتحركش. انا بالنسبه لي ده رعب. ده ارعب شو انا شفته في حياتي. فعلا. ده طلع ايه في الاخر طيب؟ ما اعرفش. ساحر فعلا؟ ما اعرفش بجد. هو مش ساحر. هو قايل على نفسه ساحر لكن هو بيعمل منصب تاني غير ان هو ساحر. هو جايب تقريبا واحده مريضه. وهنعمل بيكي فقره حاجه. انا الساحر. يا جماعه اصل انت السيرك اللي في مطروح والكلام ده كله انت هتلاقي مكتوب ايه السيرك الاوروبي السيرك الفرنسي. بتخش جوه هتلاقي ما فيش لا اوروبا ولا فرنسي. هم كلهم شويه مصريين قاعدين مع بعضيهم. زي اي مطعم سوري. خلي بالك سيرك بالحب والله زي اي مطعم سوري. بس مش مستحيل تلاقي سوري جوه. ايوه شويه بدو زي كيلو بركه كده مثلا. والله انا بخاف من السيرك جدا. بتخافي من السيرك؟ لا ما اكتر مكان ما بحبوش. لا بحبه الصراحه. لا خالص. حد دخل سيرك في بره سيرك انا رحت مره سيرك. ايه بقى احكي. ما كان شو الاسد بس ده والسحر والحاجات دي. بس انا بحب الهبل ده. انا فاكره ان انا رحت مكان قبل كده وكان في دولفين ماشي في ميه.
ايوه فدي حاجه اللي انا دورت بيها، ده انا ما اعرفش ده ايه ما اعرفش ده ايه. هي جيرولاند اللي كان فيها ايوه هو انا فاكره احنا قاعدين على سوق العصر. لو عجبك كان الدولفين يا كنت حبيبتي. سوق العصر والله العظيم عندنا مستحيل يكون اللي هو المول. ايوه انا معلمه اليوم ده بان احنا قاعدين على سوق العصر رحنا بقينا في الدولفين. خلصت يعني انا فاكر انا سوق العصر الدولفين على طول بجد. تقريبا ايه ده؟ طب تعرف حد هناك في الدولفين؟ لا ما اعرفش الدولفين هناك والله. انا فاكر ان انا رحت حاجه زي كده. طب دخلت في اليوم ده سينما كده فيها كراسي متحركه ولا هو الدولفين بس؟ يعني ما هو انا فيها فاكره نفس الدولفين مبسوط السيميليتر قوي يا حسن بس لكن السينما دي لما كانت في دريم بارك كانت فاتحه، كانت جامده جدا. ايوه يا صاحبي ده دريم بارك. لا دريم ما هي بارك لا، فيها دولفين لا ما كانش فيها دولفين يا عم، ما كانش فيها بيسين اسمها ودولفين. جيرولاند. ولا وندرلاند. لا وندرلاند خلاص يا رجاله فيها ابعت لكم لوكيشن انتوا تايهين. انا كنت بحب قوي ان انا اروح الملاهي في الدريم بارك ومثلا ايه اختار قطر الموت او اختار ديسكفري. الله السما دي. انا متحمسه دلوقتي، متحمسه قوي. اول ما يقفل بتاع يتشتم بابوه وامه وبلفظ بقى وبشع الشتايم واللي هو نزل لي يا ابني المسخه. بص مش والله العظيم راجل يلاقي كده يروح مشغل اللعبه. انت مش هنزلك بقى، اطلعي اطلعي وكل يوم كلمت بامي. ولا ساعه ولي امر بقى. بحب ده قوي. طب هل حد منكم حصل؟ ما حد جرب المقص؟ لا ايه ده ثاني انهي ده ايه؟ بيطلع كده عكس بعض. ايوه لا اوف. لا انا ما جربتش، بس انا جربت واحد هو بيطلع كده عامل زي الساقيه بس اسرع وانت بتطلع بظهرك تقريبا مش عارف اسمها مقص مقص في جيرولاند. تلف وترجعك تاني دي. لا هو دراع هنا كراسي وهنا كراسي وبتقعد تلف بقى. ايه ده يا صاحبي ده؟ دي مرعبه جدا. مرعبه فشخ. دي مرعبه جدا اللي انت بتقول. موجود عندنا في بولاند. بيبولاند والله العظيم بولاند عندي. هو اصلا في سيفتي هناك؟ لا مفيش سيفتي مش حاجه عامه اصلا. اللي بيحركها واحد اصلا مش ملافيلا. احنا مين يا صاحبي؟ احنا كنا فوق بنترج كده. يا لهوي هو المفروض ماشيه كده. انت طلعت اصلا؟ ايوه طلعت. ايه ده؟ كنت عايز اجرب وهي اللي بينا وانا فوق والله العظيم قدام النيل اقرب حاجه للبق. هيجرب اي حاجه عادي. وبيبولاند ده مطعم لا اصلا. انا ما جربش حاجه دي. خلي بالك لا بولاند ده مشهور، خلي بالك موجود برضه في راس البر وفي جمصة. ايه ده يا جدع؟ مش فاكر مين بس هو فرع في ليه فرع كبير بقى تقريبا في جمصة. مش ناوي نروح مطروح؟ يفتح نفس الفكر. لا بس بجد خطير يعني والله. ادرينالين للسما، انت فعلا حرفيا في السما. انا اي لعبه بتركبها وتقعد تلف بيك كده، يعني في لعبه كده اسمها ديسكفري. مش الديسكفري، لا ديسكفري انت بتطلع وبتمطوح وتلف أيوة. لا الالعاب اللي انت بتبقى على الارض عادي بس بتركب عربيه وبتقعد تلف بيك جامد كده. مش عارفه اسمها اعصار قيصر. اعصار قيصر بحبها قوي اركبها. جربت تركبها لوحدك؟ ما انا ركبتها لوحدي، كنت بترج كده فاهم، بترج كده واضحك تروح داخل فاهم. هو الناس كلها سامعه في هستيريا الضحك والسويت والصيح. سفينه ايه؟ اصل خلي بالك اخر ملاهي اخر ملاهي كبيره. انا سفينه نوح دي بس ثانيه بس عشان بتشفط قلبك. هي بتروح يمين وشمال. أيوة. تمام. الملاهي دي بقى اللي انا حصل مني مصيبه بالبتاع دي. لفت؟ لا مش لفت بس هي كانت الصغيره منها بقى فاهم. كان قارب نوح. لا ما كانش في بولاند. قال لك قارب دي اللي تبقى في الشارع. ايه لا كان في جمصة قريه ما وانا صغير كنا رحنا هناك فكان فيها ملاهي يعني حاجه كده صغيره يعني. فكنت انا وحد قريبي ومجموعه ناس بقى معانا يعني. فركبنا وقاعدين مطوحها يمين وشمال فمطوحناها بسرعه. فانا واقف بقى بعد لنفسي بس بالقعده قمت منطور منها. خبطت بدماغي في السور الحديد. ما حصلش حاجه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ اسمع بقى. جاي اقوم ليه بعد كل ده؟ اسمع بقى الاوزه. جاي اقوم بسنها في دماغي من ورا. فقدت النطق وقتها. خلي بالك ما كنتش كده يعني. خلي بالك كنتش كده والله. ايه ده؟ كنت اعلى من كده كتير يعني. انت كويس طيب؟ لا ما اعتقدش. اعتقد ان تعالى مشكله ننزل بقى. بمستوى متدني شويه من الملاهي. حد فاكر الملاهي اللي هي كانت اسمها وزه؟ طبعا. اللي هي بتبقى في الشارع دي. بيبقوا وكيتين اللي هو بيبقى فيه تحدي مين اللي هيلفها. بحبها. مش اللي هو بيطلع وينزل بس. اللي هي اسمها ايه؟ عمرها وزه. المركب يا الوزه. اللي هي بتقعد فكرت ان انا الفها. ايه؟ عمري ما فكرت ان انا الفها. وانا صغير كنت تخين شويه فانا ما كانش عندي القدره خالص لحد دلوقتي لا السنه اللي فاتت يا ما مالكش دعوه بالموضوع ده. لا تكلمش انت الموضوع ده بالله. مره واحده لفتها وعمال اقول للست والنبي واقف فيها والنبي واقف فيها والنبي. مره ايوه يا جماعه ما ساعدش لفها تاني. بس خلي بالك فيزيائيا ما ينفعش. ايوه يا جماعه انتوا عارفين ان الحاجه اللي بتوقفها دراع
خشب. ايوه يا فرامل يا ابني فرامل. لا ما خشب وتحتيه الكاوتش بتاع ايوه بتاع العربيه ده. ايوه انت هتوقفين انت يا خشب هتوقفين. لا انا كان في واحد كان ساحر، كان ابن كلب بيلفها 16 مره مثلا ورا بعض انت تطلع تجرب مفيش، عامله زي بتاعه الربابه بتاعه الراجل كده ما كانتش شغاله برضه. ايه اول حاجه بتيجي في دماغكم لما بتفتكروا ايه اللعبه دي؟ اللعبه دي المركب اللفه دي صيف 2009 في العالم. لا انا في واحد والله في واحد لفات مطر منها في مره. اوف والله وقع على الحجري ما اعرفش ليه. اقسم بالله ده في ايه؟ كانت غريبه فشخ. كنت انا قاعد قدامها بحبه فجاه لقيت واحد على حجري. تشرب قهوه؟ تشرب حاجه معاك؟ ايوه جاي. والله العظيم جاي. والراجل ما خدش باله من اي حاجه، موقف المركب. حاجه حصلت. انا كان في انسان هنا. انا اللي بعده. الراجل طب دي حاسبني دلوقتي. ربنا لا في بقى الملاهي اللي هي بتفتح بس دي بتيجي عندنا في القعاد بس، اللي هي بتبقى في الشارع دي، فهم العيدين وشم النسيم اللي هو مولد، فاحنا جايين موسم. هو فيهم كام لعبه كده اللي هي ترامبولين اللي هي اسمها النطاطه، عشان مش ما اعتقدش اسمها ترامبولين خالص. ايوه لا مش هناك، هي دي ما ينفعش يتقال عليها ترامبولين. اسمها سوسته. لا هي بتلعب عندنا النطاطه بقى. انت خلي بالك انت منين؟ سام منصوره بقى، فرق ثقافات بقى انت فاهم. انها بالظبط يعني النطاطه دي والمركب وبتاع عامله زي عروسه بتاعت اطفال كده وقطر صغير بس، وشكرا على كده. وفين اللعبه هنا؟ صب لعب شكرا. بس احنا عندنا بقى ايه، في ميني ملاهي دي موجوده عندنا كده، حاجه كده صغيره كده فيها بيبو بقى. لا مش بيبو، غير بيبو ده كبير ده. لا كبير، مدينه كامله. لا احنا عندنا بيبو ده حاجه عندنا. سامسونج قد كده خلي بالك. ايوه سامسونج صغيره. ايوه فاهم. فلا بيبو ده عندنا حاجه كبيره يعني، مقدرينه. ايه ده؟ والله العظيم حاطط صورته بطول بتاع كده قدام على الباب. عشان هو الوحيد اللي عملها. شكله ابو طارق. ده حتى ابو طارق يعني بيستحمل نفسه عاملها كده بطول صغيره. هو عاملها كبير قوي، بانر كبير قوي على بيبو ده مثال حال مش ماركت، فاهم حاجه؟ ايوه هو مفيش غيري فاهم. ما انت خلي بالك برضه هو اكبر ملاهي عندنا في المنصوره، فبرضه واخد مقامه يعني. فاحنا عندنا بقى حاجه صغيره كده فيها السلسله والساقيه وعربيات ولعبتين للعيال الصغيره. السلسله دي بحبها فشخ. بتبقى بتترجرج من فوق كده وانت خلاص هتقع حالا. انت عارف انت ممسوكه بايه اصلا من فوق؟ بشنكل. وكل ما امانها قل تبقى كل ما انت مبسوط اكتر. عامله زي الكبده كده في العربيات. ايوه كل لما تبقى معفنه كل ما تبقى احلى. ده تروما. رعب. انا طلعتها في ملاهي سيدي جابر في اسكندريه. وصلت العجب يعني. يعني هو البودكاست ده ما راحش الساحل، ما سافرش سخنه، ما راحش شرم. انا سافرت الصراحه بس ما عملتش حاجات دي هناك. مش موجوده هناك. خد بالك هناك مفيش متعه غير متعه شخصيه. مفيش لكن بقى مواقف هتحصل معاك كده مفيش حاجات حرشه. يا جماعه راس البر، راس البر بعشقها. راس البر يا جماعه جمصه. راس البر انا بس ما بحبش جمصه قوي. راس البر بس فضلت سنتين في حياتي بنروح جمصه، ما اعرفش ليه بس يعني مش عارف ليه بعد ما رحنا اسكندريه نروح جمصه، مش عارف. لا احنا عندنا مقدسين قوي يا جمصه يا راس البر، ما بيطلعوش من غيرهم. لا انا راس البر رحتها بس الاكتر راس البر فعلا. كان ابويا عايز يفتكر بس ايام زمان شويه ما كان لسه طفل بيروح، فرحنا في نفس المكان اللي كانوا بينزلوا فيه. بس بقت عماير قبل ما تبقى بقى انهي شاطئ؟ لا مش فاكر اسامي طبعا. في واحد بتاع شاطئ بتاع جيش هناك. بس ده انضف واحد. في حته مش عارف اسمها تقريبا. ده انضف واحد هناك. لا في واحد تاني مش عارف اسمها حاجه زي 101 ده حلو، ده في الاخر بعيد شويه عن المينا. اللي هو عند السوق الصغير دي او قريبه من السوق الصغير. قريبه من السوق. وفي بقى اللي هو شاطئ النخيل، ده انضف واحد، ده انضف بتاع الجيش. النخيل ده اللي هو عند في الاول خالص بقى عند المناره اللي هو عند اللسان. في واحد بتاع فطير. لا اللي عند اللسان ده حاجه ثانيه، ده واحد شاطئ واحد اصلا. ما اعرفش الاماكن اللي انت بتقول عليها بجد. بلبول طبعا. فتوح. انت عندك كذا واحد. فتوح ده عبقري. بلبول. لا في واحد احلى من فتوح بقى، اللي هو قدامه على طول تحت فندق. ده نضيف قوي قوي. بس انا فتوح اول ما فتح هنا في القاهره في عباس، اول عباس برضو تمام ما حلتوش. انا فاكر في يوم طلبنا انا وهو انا وعمر بعدين عارف فطيره فطيره وسط بمقام اكبر فطيره هنا بالبسبوسه
لا هم مسفحين في الفطيره يعني. ومكسرات بس بقى هو وجوز حاجة. هند من فوق. طب ما تيجي نروح نجرب. هنا فرق وسكر بقى. عن هناك. يعني هناك الحاجه مخدومه اكتر من هنا. لا بس انا بحس ان الاكل هناك مش احسن حاجه علشان كتير السياح. هناك مخدوم اكتر بكتير من هنا. يعني ممكن، بس انا مش عارف، بحس برضو مش كل الاماكن بتعمله حلو، عشان انا جربت كل الفطاير اللي هناك كلها مش مطعم ما حلتوش. بما انك رحت راس البر، رحت السيرك اللي بيتعمل في راس البر؟ كان نفسي اروح، يعني كل مره بروح بيكون موجود وعمري ما دخلته بدون اي داعي بدون اي سبب. وهو والملاهي المائيه الاثنين كان نفسي اروحهم. يعني رحتوا بس حصل معايا اغرب حاجه ممكن تحصل. ايه انت قاعد وهي باكيات كده صغيره قدام، فاحنا قاعدين وجت الفقره بتاعت الساحر. فالساحر قرر انه يختار حد يشاركه الشو بتاع الفقره اللي هيعملها. فبص يمين بص شمال لقى انا تعالى. هو مشغل ورا في الباك جراوند كده مزيكا، فاهم، ماشيه مع الحاله اللي هو عاملها قوي، ولا بس اسود جدا مع واحده وحشه قوي قوي بجد. معاه هي دي الخادمه بتاعته تقريبا فاهم. فجاء هو كان عامل شو كده اللي هو ايه، بيحط سكينه في ايده من هنا كده يقوم قاطع ايده، يعملها كده وبتاع ويبين لك. فعايز ايه معاه دي؟ وانا عندي فضول لاي حاجه غريبه ممكن تتخيلها. فبيقول لي هتديني ايدك وخليك باصص الناحيه التانيه. فسبت له ايدي، بس انا باصص الناحيه دي وانا عايز ابص كده، فكل شويه عمال اعمل كده، فانا شايف ايدي دي عامله كده وتحت ودي وهو ماشي بيها كده، وكل اللي في السيرك عاملين صوتوا وكله بيجي على بعد ما خلصت وبتاع ورجع لي ايدي تاني مكانها وبتاع. فكله جاي يبص على ايدي وبتاع، انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ انا في ايه؟ وانا كان في حاجه؟ ايدك كانت مقطوعه مش عارف ايه، مقاطعين ايدي. ثانية انا اسفك رفعت باكورد تقريبا في هجمه دلوقتي ارتو يعني انا من الترابيزه احنا قاعدين كده يا نهار اسود. وهي كانت في يوفنتوس، وعايز اقول لك العجل والله كريستيانو في يوفنتوس كل اللي في السيرك مش بقول لك قاعد دي امسكها كده. بمناسبه السيرك يعني هقدم لك الدولفين. هتسقف دلوقتي ليه من الكوره فوق؟ تخيلت اشعار مقصع بتلتر فجأة، انت فاهم الموضوع؟ يا عمرو لا مش عارف. انا اقول لك كل السيرك مشي، يعني الفقره دي خلصت من هنا كله مشي، خافوا مشي. في عيل ايديه مقطوعه جوه، ايه ده؟ طبيعي يمشوا. مش اسد فك مثلا، مش حاجه حصلت فيها مصيبه، لا هو بيلعب تاني. بس عايز اقول لك انا فضلت حبه معلمه. هو عمل ايه طيب؟ عمل ايه انا اصلا؟ ما اعرفش عمل ايه هو. يا جماعه ليه ما عندكش فضول ان انت تشوف؟ انا بقول لك عمال ببص كده، انا اعمل كده وش ابص كده الاقي ايدي مدلدله هنا كده، طب انا عايز اعرف انت عملتها ازاي. طب انت مش عارف تحركها؟ ما بص، هو ماسك ايدي بس انا دي الجزء ده انا مش حاسس بيه. هل في حد قال لك ان في دم نزل؟ لا مفيش دم، مفيش طب دم. ماشي، دي بتبقى حاجه كده بيلبسها له على ايده وهو مش واخد باله، بتبقى شكل الاوعيه من جوه اللي هي كانها اتقطعت، فدي خدعه بصريه. ايوه حلو، بس انا دخلتها حقيقيه، انت فاهم؟ عشان كده انا اشعرت، لكن لا دي خدعه بصريه مش عشان كده قال له ما تجيبش ايده، عشان لو كان جاب ايده وكان عمل كده بسهوله جدا كانت دي هتتشال من على هو ايده. قال لي سيب ايدك دي خالص. انا بحب الحاجات اللي السحر اللي هي بتاعت الكوتشينه، بعشقها بعشقها. بس انا ما بحبش كريس المصري، ما بحبش كيز المصري برضه، بس انا بحب اتفرج على الحاجات دي قوي، بحب بدخل على اليوتيوب اصلا ادور عليه. في واحد اجنبي بيطلع على ام سي اكشن ديفيد كوبرفيلد. ماشي، في واحد اشهر واحد في العالم بجد الحاجات دي، بس انا بالنسبه لي عبقري. عبقري الراجل ده، انا بستمتع جدا بيه. وهو في افتح الصندوق. ايوه لا مؤاخذة مناسبة السحر. تعرف ان الايد قد وشه يخش الجنة. تعرف ان في بجد ساحر جنة المدرسة عمل الحركة دي، اللي ده يخش الجنة وعامل كده. انت التفاهة بتاعتك يالا. ايوه والله العظيم انا طفل اتضايقت. انت ايه ده؟ هو نفسي بخاف واعمل كده دي. بجد. الراجل ده في فقره هو عملها ان هو طار في الجو. طار فبيجيبوا بقى الباك ستيج بقى وازاي بقى اتعملت المرايه وبتاع والحاجات دي. لا قال لك في winch واقف على بعد مثلا 4 شوارع. ماشي.
وهو رابطه بحبل من ورا شفاف مش باين. مش باين فهو طار بقى. اوف اصلا يا رب امين يا رب. مين السنة فين ده كان في مسرح يعني؟ بس مسرح يعني مش مسرح، كان هو بيعمل شو كده متصور على التلفزيون، ومره واحده مش عارف بيعمل حركه مش عارف ايه، مره واحده بيروح طاير. قال لك انا طرت في الهواء. فبعدها باسبوعين بتفرج على نفس الام بي سي اكشن فعرضوا بقى الراجل لسه طاير. عرضوا بقى البرومو بقى، عرضوا بقى اللي بيحصل في الباك ستيج. قعدت اسبوعين مبهور بان هو طار. دي يا جماعه انت في عندك كريس انجل. ايوه هو ده يا جدعان بيعمل حاجات متخلفه. اللي هو متقلد دلوقتي هنا اللي هو كريس المصري، بس هو كريس انجل بيعمل حاجات متخلفه يعني. كريس المصري الكت بتاعت الفيديو باينه جدا. فانت بتخدع مين يا ابني؟ ايوه باينه قوي يعني ان انت قطيت هنا وعملت ده. يعني كريس انجل بجد بيعمل حاجات متخلفه وما تعرفش تمسكها عليه، فاهم؟ ما تعرفش تمسك عليه حاجه، فاهم؟ في ناس لا بقول لك ديفيد كوبرفيلد ده لو اتفرجوا عليه ده وهم الواد مرعب. الفيلم اللي انا بحبه فشخ ناوي سي مي بسبب الحاجات دي. طبعا بعشقه بسبب الحاجات اللي هي بتاعت الكوتشينه وهي بتعدي من على لما كانوا بيفتشوا. اوف عارف افهم المشهد ده عامل ازاي؟ فكرة من العبط ده. ايه اللي حصل ده؟ عملتوا المشهد ده ازاي؟ لا مش واحد كان بيرقص بريك دانس كده فجأة الكارت راح والله. فلا الحاجات دي بحبها فشخ الصراحه. حد بيتفرج على واحد مشوي واحد جوعت بس جدا. واحد بيقول لك ازاي تعمل الحاجات دي اللي هي بتاعت السحر دي في البيت. كنت دخلت الحاجات ايراني تقريبا، قعدت فتره. لا مش ايراني يعني، دخلت فتره في الحاجات دي بس مش واحد معين. في واحد ايراني تقريبا او ولا اردني بيقول لك نفسه وفي الاخر السحر حرام والله مش هينفع. بيقعد بيقول لك تعمل ده ازاي. بيعلمك تعمل ازاي ده. ما بعرفش اعمل معاه بقى. يقول لك الخطوه الاولى الثانيه الثالثه ما تعرفش توصل النتيجه برضه. وما بيقطعش يعني مفيش خطات بيعملها قدامك فبتطلع. ايه ده بجد؟ ايه ده؟ عارف انت الريلز اللي هو ايه نرسم خط ونضيف فيه شويه تفاصيل. ايوه مش اي حاجه. ربع ساعه بيشرح لك افهم بقى. افهم دي بتتعمل كده، فاهم؟ ما تتقلب ما مش عارف. انا عندي مشكله دايما في مش عارف. طب ما تضغطش عليا. قلبتها ازاي؟ والله يعني في حاجات كده مش متاخره بس هي ما هو انا مش عارف اعملها. خفة يد مش بس ساحر عامه يعني. عامة انا مش عارف اعملها. عارفين ده نستارت الموضوع من والله حد عنده ده؟ لا انا في حاجات كده بتاعته. لا انا دماغي ساعات بتعطل ساعات مش في حاجات. انا دماغي ساعات دلوقتي لا انا مش قادر اعمل حاجه. هي واقفه دلوقتي عايزه. انا بتعطل في اوقات غريبه قوي انت فاهم يعني. انا كنت في شغلي من يومين فجاه التليفون الارضي رن والتليفون الارضي ما بيرنش عندنا. ففجأة رن وانا لسه داخله الحمام ويا ردي يا داليا فاهم ردي يا داليا. فانا بلف كده اللي هو طب ارد على ايه؟ طب ايه اللي هيحصل؟ انت فاهم؟ واحنا بنجري كلنا حوالين بعض فلو ما حدش عايز يرد على التليفون وكلهم رهاب اجتماعي وانا اللي هرد على التليفون. وانا عايزه اخش الحمام اصلا وواقفه عند الحمام. طب ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمه حاجه. في الاخر بقى التليفون خلص. كلته خلص ماسكه السماعه عاملاها كده طرف لساني خلاص يعني احنا رجعنا للحاجات الطبيعيه جدا. افتكرت الميم بتاع اللي هو الراجل اللي عنده الرابط بتاعه بيطلب اوردر. لما تكون اخرس اغنيه عجباك وانت عايز عليه. لا دماغي اتعدل مع الشرطه يا جدعان. الموضوع ده غريب قوي بجد. يعني واحد مثلا لو وقفني في الشارع عادي جدا بيقول لي شوف بطاقتي مفيش اي حاجه. فلو معاه حشيش اطلعه له. خد بطاقه. لا يعني بتعطل قوي مع الشرطه بدون اي داعي وما عنديش اي حاجه. مفيش اي حاجه معايا اخاف منها. ببقى مرعوب جدا. انا حاسس مره على امين شرطه قبل كده. ايه اللي حصل؟ والله شايف كانوا عايزين ياخدوا مني 200 جنيه وانا كنت في اخر الشهر عشان خاطر الازاز المكسور بتاع الاكس. فاكرينه؟ يا اللي ساكن في الشارع. ايوه
كتير يا فاللي هو ما انا كل شويه يتاخد مني 100 جنيه ولا 200 جنيه عشان خاطر الازاز ده. طب ما تصلحها اوفر. بالظبط. يا اخي انت عندك بالظبط عند. فاهم؟ فبيقول لي طب ايه؟ والله خد مني رخص وخد مني رخصي ورخصة العربية وبطاقتي. ده يقلعوا هدومه فاهم؟ وعمل راكب جنبي. خدوه معلش فلوس احنا اللي احنا في اخر الشهر والدنيا خلاص بقى. فاهم؟ صرفناه كله على الاكل. والله بجد كنا شغالين اهو في مكان واحد صرفناه كله على الاكل. واللي معانا شيكات لسه مش هتصرف تاخد منها حته. فبيقول لي طب احنا هنصلحه؟ قلت له هنصلحه بس احنا باخر الشهر. كده جنون الجامعه والله العظيم. قال لي طب حد اسكندريه يعني مش هناكله. اكلنا صلحنا. طب غير المشروع ده. فاللي هو طب 200 جنيه. قلت له طب معلش اخر الشهر والله هصلحه. هقبض وهصلحه ازاز. بيقول لي طب هات 200 جنيه. قلت له طب خلاص معلش بقى خلاص. معلش خلاص اللي هو يا ابني انت مجنون. بقول لك هات 200 جنيه عشان اعمل لك وصل. فاهم اللي هو ده مخالفه. اللي هتصلحه والله. لحد ما عمرو قال له بيقول لك هصلحه بكره معهوش فلوس خلاص. قال له طب وانت؟ قال له ما انا معيش فلوس. كنت بحاول دقيقه قلت لك فاهم معناش فلوس. احنا رايحين احنا ممونين العربيه وماشيين. قال له معلش عديها بكره صلح. يا بكره صلحها يا بكره اديك ال 200 جنيه اي حاجه من دول يعني. ما بقتش اخش من الشارع ده. ما صلحتوش عندك في الراجل ده. والله هو بقى بصلح العربيه وما صلحتش الازاز لحد دلوقتي. طب ليه تسابه ليه؟ لحد ما اخلص العربيه كلها بقى. يعني مش حاجه معينه يعني. لا مش لحاجه. وانا للاسف هصلح العربيه مش هرشها غير بعد العيد يا جماعه. ده خبر يا ده كانت حاجه مهمه جدا للبرنامج. يعني الاثنين اللي بيسمعوا والله عربيه دوك مش هتصلح الا بعد العيد. والله ده عشان خاطر صحابي اللي عايزين يخرجوا. مش هنطلع العربيه غير بعد العيد يا جماعه. مش هنرشها غير بعد العيد. هنمشي بيها ممحره. طب تصدق ان دي هتمشي بيها اصلا ممحره. لم الراجل من كل حته كده. والله قال لي احنا شغالين بكره وبعده ولحد يوم الاربعاء. خدها وامشي. نرجع بقى بعد العيد تاني. السمكري قال لي خدها وامشي وبعدين بعد العيد شوف بقى تجيبها لي بقى بعد العيد. مش هتجيبها لي بعد العيد. ايه ده؟ ايه العربيه دي؟ شفتهاش قبل كده والله. كل شويه يذلني يقول لي عربيتك محتاجه شغل كتير بس انا والله نظبطك عشان خاطر فاهم عشان خاطر واحد كده. شايلك جمال على الفاضي ليك. طيب اكيد مش عارف اقول له. لا بلاش. مش دي الحاجات اللي احنا بنحب نذكرها في الراجل الذي لا ينبغي ذكر اسمه. طب خلاص بقى ايه. تنورتونا والله يا شباب. والله انا اتبسطت بجد. لا والله اتبسطت بجد. كان حلقه لذيذه. حسيت ان انا عند السرب بتاعي. يا بجد عليك. والله 600 جنيه وانت خارج بقى. ده بجد والله 600 جنيه شارك في اي حاجه. نلم تبرعات للبرنامج. هجيب لك الاول. ايوه هجيب لك الاول. بكره معلش والله. معلش انا عايزه اسال سؤال. الحلقه دي هتبقى رقم كام ان شاء الله؟ الحلقه ال 22. دي الحلقه ال 22. خلاص قررنا نقفل السيزون. احنا عملنا سيزون 22 حلقه. قررنا نقفل. المفروض يبقوا 8 ل 10 يعني. 10 ده بتاع البني ادمين. لكن ده احنا فضلنا مكملين وبنسجل ومش فاكرين حاجه. انت عروض مسرح. خلي بالك احنا في امان الدين يعني. خلي بالك احنا في امان الدين يعني. فكرة ايه بقى واحنا بنفنش اخيرا. اخيرا هنوقف حبه عشان نشوف بقى حل يعني. انت فاهم حاجه؟ غالبا لو انا هنزل فيهم ريلز برضو عادي مفيش اي حاجه هتحصل. ممكن ما يرجعش تاني مش عارف. ممكن يرجع فمش لازم. ما اعرفش ليه لا مش عارف. انا بقول راجع منصوره ولا يعني مش هنرجع على بلدي يعني. هنصور مع بيبو. مع بيبو ساعتها عايز اما حلقه فعلا. شوف جت منين يعني. مع الصوره. هبقى اصور لكم الصوره دي بجد. راجع بجد والله لازم اصورها لكم والله فعلا. ماشي. فيعني
بوسترات الحلقه حلو جدا بيبو والله. لاند فاهم حاجه بس كده خلصت. اصوره في مره فعلا ونعمله بوستر بس يعني جميله والله. فكري في الصوت مين؟ والله العظيم انا دماغي غريبه وادي حاله احنا بنقفل كده. لا انا متخلفه. لموا اوراق وخلاص الماتش انتهى. لموا يا ابني انا الساعه 4 والساعه 9 فجاه تلاقيني وقفت واتسمرت في مكاني ماسكه التليفون. طب ما بردش على حد ولا ليه نزل ريل في اليوم. نزل ريل. هو خلاص انا دلوقتي بنزل ريل ما حدش يتكلم معايا تمام. اخلص ارجع بني ادم طبيعي. يمكن حاجه تتقفل فاهم حاجه تتقفل حاجه تتمسك اي حاجه فاهم وفي الاخر برضه ما بيحصل. يلا مش اشكال الحمد لله. انا بشكلك همي والله بعد ما ان شاء الله اللي جاي بقى بتصور بقى. يا رب اللهم يا رب. اي حد بيسمعنا يا ريت يدعي لنا والله العظيم. او اي حد بيسمعنا عنده استوديو عايز نصور الموضوع ده يا ريت. كده محتاج يتشاف بالله عليك. احنا عملنا ضحك كتير قوي حركي في ايوه ودي حاجه سيئه جدا يعني الناس مش هتبقى فاهمه فاهم. 4 متخلفين قاعدين يضحكوا شكرا يعني على السيزون الاولاني. ممكن نبدل داليا في السيزون الجاي مش عارف. حاسه منك كتير قوي والله العظيم بجد. بيقعد يضحك وما بيقعد يقول افيهات 500 افيه في الضحك ومش عارفه وما بيتسمعش ويقطعني في الكلام وما بيقولش حاجه. والله نكون بنضحك قاعدين بنضحك اهو ويرمي الفات بقى. دمي خفيف قوي يا جدعان. بيموت. بص الموضوع غريب. ده انا نطلع منك حاجات يا نهار اسود. بص والله دوريمي. وكل ما اقول له على حاجه يعني كل ما اجي احكي حاجه يقول لي لا ويقعد يشاور كده ولا وانت فاهم ويبرق لي فجاه اللي هو طب ليه طب انا هتكلم واقول حاجات ما ينفعش مش عارفه ايه الكلام ده كله. جيت في حلقه والله العظيم يعني خلاص انا خرجت عن صمتي. عارف السنسور احنا السنسور ده عندنا اللي هي ايه صوت عربيه بتمشي فيو انت فاهم. انا جيت في اخر 5 دقايق في الحلقه فيو انا بس اللي موجود داليا ما بتتكلم بيبسي مان والله. ايوه خلاص هي شوف بيعمل معايا ايه بقى لنا 22 حلقه من رمضان لحد دلوقتي تمام. ده انا كان نفسي اقفل الحلقه. انا كنت بتمنى كنت بقول شكرا. شويه دول بقى فين دول الحلقه. اخر دقيقتين بقى. فاكر الحلقه انت طلعت مصعب عبد المجيد ساكته. لا وشويه يقول لي انت مكتومه مين؟ انا مالي فاهم والله. كل مكتوب مكتومه مين؟ عامل تنظف يعني. والله العظيم والله الراجل اللي كان بيفتح علينا الباب كل شويه فاهم. خلصت ما خلصتش قايله لك لسه. فضايح اخر سيزون. ايوه اخر حلقه ممكن ما نرجعش تاني نقول بقى اللي كان بيحصل. ان شاء الله كل ده شباب كده غيرك فاهم. شاهدوا بالله كانت هزار يا ريت ما رميتي في ربنا يجعلها فتحة خير باذن الله. قفلة خير بقى خلاص ان شاء الله. وعدوني واحد. ايه وعدوني واحد. قول. اول حلقه مصوره هكون موجود فيها. مش هنوعدك ان هي اول حلقه بس اول حلقه بس اللي في حد وعدكم قبلي؟ لا بس اول انت ليه بتعمل لنا كده؟ في حد عمل حاجه قبلي انا ما بسمحلكش تتكلمي كده. هتتكلم على البرنامج مشروب عليا شاي عمي. بص انا بفتح لك واقول لك اللي مش متكلمين عليها بس ان شاء الله تبقى معانا لو. لا بس اول حلقه عايزه تبقى لينا احنا الاثنين بس. اول حلقه نصور ممكن من ثاني حلقه يعني عادي يعني. اول حلقه ضيف هتكون معانا ممكن. اول حلقه ضيف ممكن بس اول حلقه باذن الله والله العظيم. فشكرا بقى على السيزون ده خلاص. انا انبسطت جدا بالرحله. نقفل نريح حبه لل 80 سبسكرايبر اللي بيسمعونا. والله اسبوعين وهتلاقي حلقه نازله. عادي جدا خلي بالك. والله اسبوعين وهنيجي. والله ممكن يوم الاثنين الجاي تلاقي حلقه نازله عادي مش حوار يعني. مش اي حاجه هتحصل بجد. تمام فخلاص بقى خلصنا على كده. يلا فشير بقى ولايك وسبسكرايب للحلقه والسيزون كله عامه. فلو عجبك قشطه ما عجبكش مش لازم. في حلقات جايه خلي بالك مش لازم عشان الاسم مش لازم. ايوه ذكي فبس كده خلاص. لو عندكم اي حاجه اشتموا باهو خلصت من عندنا. يلا باي باي بقى باي باي.